هذا المطعم اقسم بالله مظلوم اكبر ظلم بحياته. يمكن يوم بكره اللي بدي صومه هو احلى يوم رح صومه بحياتي، لاني متجهز له ومتسحر احلى سحور. يلا بينا. رمضان كريم، سامحونا طولنا عليكم الغياب، كرمال هيك ما بينفع يمرق هذا الشهر الفضيل بدون ما نصوركم تجربة عن السحور، ومو أي سحور، جايكم اليوم تجربة حلوة عن السحور المصري الأصيل، فتعالوا معي نشوف. طلبنا تشكيلة خفيفة، ما كترنا كتير بالأطباق، فول اسكندراني، جبنة مقلية، طعمية كيري، وشوية اختراعات جديدة، هذا ما بدي لكم شو هو. يلا بسم الله، وأول لقمة مع الفول الاسكندراني. هذا بيجي عبارة عن فول ومحطوط معه شوية خضار وسبايسي وطحينة وزيت. طعمة الفول حلوة جدا. شوفوا يا جماعة العجة بتاخذ العقل. العجة حبيبة قلبي اللي جاي مخصوص كرمال أنا. العجة من برا تسويتها ممتازة. حط معها هيك شوية خضار، واحدة مخلل، والبسم الله وناخذ أحلى لقمة. صراحة العجة ما في عليها أي كلام نهائي. جرب صنف ثاني. هذا الاختراع هو عبارة عن جبنة مقلية. نعمة من أحسن الناس اللي بتساوي جبنة مقلية، هيك قالوا لي عليه، بس أنا ما فيني أحكم لحتى أذوق، فيلا لحتى ندوق. قطعة جبنة مقلية مع كاتشب ومايونيز، أوه بسم الله. حجم الجبنة اللي حاططها محترم جدا، الطعمة قوية. ما بيمشي الحال نتسحر بدون طعمية كيري. شوف 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 الكيري، اوه ما شاء الله كمية الكيري محترمة جدا. مم. عظمة على عظمة. شوف لي كمية الكيري اللي حاططها، لا 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 لا، مو طبيعية، مو طبيعية. مع اني انا ما بحبه اختراع الطعمية الكيري، ها ضده، بس اليوم تحمست وتشجعت قلت يلا لجربه، لانه عم شرب شغلات مصرية اصيلة. هذا الاختراع مصري بامتياز. هلا بقى بدنا نفوت على الاختراعات الجديدة. بصراحة مطعم نعمة رشح لي كم صنف لحتى اجربه. قال لي هذا الاختراع اسمه اومليت بيتزا، هن الوحيدين اللي بيعملوه. هو عبارة عن اومليت ومعه بسطرمة ومعه شوية خضار. فيلا بينا نجرب. الموضوع كتير مشوق. بسم الله. اختراع قوي وغريب، يعني اول مره باكل هيك اختراع، بس بصراحه توب، ينصح به، هاي ريكومندد. يلا على اللي بعده، واللي بعده يا اصحابي هو البطاطس المهروسه مع الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه كميه الزبده اللي فيها. هذا المطعم اقسم بالله مظلوم اكبر ظلم بحياته. مو معقول اطيب بطاطس مهروسه باكلها بحياتي يا جماعه. يعني اللي نصحني هون الله يبارك له. هذا الاختراع اسمه بطاطس بازوكا. هو عبارة عن بطاطس بيسووه على الجريل، بحطوا معه سوسيس وشوية صوصات وسر المهنة وما بعرف شو كمان، بس اللي بعرفه انه الموضوع جدا مشوق. فبسم الله خلينا ندوق، لانه انا معدتي ما عادت تتحمل الانتظار وقلبي لا يطيق اكثر من ذلك. هات لقمة ثانية، لانه لقمة واحدة حرام، حرام لقمة واحدة. بسم الله. مم. يا اخي انا بعد هذا الطبق شو بدي اقول؟ بدي اقول نعمه، واللي يكرهها ان شاء الله يا رب يعمى. بيمشي الحال بدون البيض المدحرج. شوف 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 شوف. واحدة بيض مع واحدة طماطم، ولك مع واحدة مخلل كمان، ولك لقمة واحدة على القلب دايركت مو على المعدة، لا والله. يمكن يوم بكره اللي بدي صومه هو احلى يوم رح صومه بحياتي، لاني متجهز له ومتسحر احلى سحور. جبنا لكم شوية مسقعة لحتى نجرب. انا من عشاق شيء اسمه مسقعه بصراحه. بتعرفوا اذا ما بتكون المسقعه حلوه والله بدي اعمل مشكله مع نعمه. بسم الله. شو الابداع هذا؟ اقسم بالله بكره بدي صوم احلى يوم برمضان كله. جبنه بالطماطم مع زيت الزيتون وسبيني لاحقك. بسم الله. اخر شيء ما بنقول غير الطعم حكايه بينكتب عليه الف روايه. واللي ما اجى وتسحر عند نعمه فرع عباس العقاد الله يعينه على صيام الشهر الفضيل.
صيام رمضان بدون سحور عند نعمة، والله العظيم هي أكبر عقوبة. هاي كانت تجربتنا لليوم، إن شاء الله جايينكم بتجارب جديدة قريبا. استنوني، بحبكم كتير، كل عام وانتم بخير، سلام.